إذا عصورنا دي في عصر ما قبل الطوفان وعصر ما بعد الطوفان. قبل الطوفان من عظم التقنية والمعرفة اللي هم كانوا فيها، كانوش بيكتبوا على الحجر، كان عندهم أدواتهم. هو احنا اكتشفنا كل الحاجات القديمة عشان نحكم ان هم كانوا هم كده؟ لا، احنا كل دي اجتهادات، حتى الترجمات اجتهادات، حتى الحاجات اللي بنقولها دلوقتي عن يعني يقول لك ايه، هيروديت مثلا قال كذا كذا كذا. طب هو اتعلم فين اصلا؟ ده قعد 15 سنه يتعلم في جامعه اون في مصر في عين شمس. يعني معلوماته هو نفسها مستقيها على يد مين؟ المصريين. كانت مناره للعلم في الوقت بتاعه، فجاي يدرس وجاي يتعلم، فاحنا واخدين عنه. طب هو خد عن مين؟ خد عن المصريين، هم بيقولوا الكهنه، ما علينا مسمياتهم. لكن المعلمين اللي في الجامعه دي، سواء بقى زي ما قلنا، مش كل الحاجات اللي بيطلقوها فهي صحيحه 100%، او ناخدها ونقعد نردد وراها. زي يقول لك كتاب الموتى. طب ما كتاب الموتى ده هم نفسهم المصريين قايلين عليه كتاب الخروج الى النهار، وبيحطوه مع المتوفين بتوعهم اللي فيه النصايح والارشادات، يعني كتاب مقدس عندهم. احنا قال لك واحد اثري جه وعشان موجود في كل المقابر يبقى اسمه كتاب الموتى، هو اسمه كتاب الخروج الى الحياه. ان هم كانوا مقتنعين ان احنا، او هم يعني، هيخرجوا للحياه بقى، اللي هو البعث يعني والنشور، هيبتدوا الحياه فعلا.